السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض وصفه التفاح الخد الجميل. هنعمله بطريقه سهله جدا. معانا التفاح المصري، هنغسله كويس جدا وننشفه، ونجيب كوبايه من السكر هنحطها على نار هاديه، ومعاها معلقتين كبار من الجلوكوز، لان الجلوكوز ده بيبقى مش مسكر قوي، وينفع العسل الابيض كمان زي ما انتوا بتحبوا. هنحطه مع بعض وهنسيبه على نار هاديه لغايه ما السكر يتكرمل معايا خالص ويسيح ويندمج هو وعسل الجلوكوز. هنكون غسلنا التفاح ونشفناه كويس جدا، وهنجيب الاعواد الخشبيه الاسياخ وهنحطها في نص التفاحه كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هيبقى معانا كده. بس كده يا بنات، طريقته سهله جدا. هناخد بقى واحده واحده كده بالعصايه، نعرف ان احنا نتحكم فيها ونمسكها. هندمج بقى السكر مع عسل الجلوكوز لغايه ما نحس ان هو بدأ يغلي كده من اول غلوه. هنعصر عليه نص ليمونه. بس كده هنقلب بقى. انا مش عايزاه يكرمل اكتر من كده، وهنجيب دلوقتي طبق وميه ساقعه نختبره فيه. بس كده، ميه فيها تلج كده، وهننزل بحبه صغيرين منه. هنلاقيه معانا كده بقى متماسك وطري. هنجيب معايا بقى اللي هي نكهه الفراوله ولون احمر، نعمله كده زي المصايف زي ما احنا بنشوفه على البلاج. هننزل كده بنقطه نقطه يا بنات لغايه ما اللون يبقى تقيل معايا وكويس، ويديني اللون اللي احنا عايزينه. نقطه نقطه بالراحه. خلاص كده اداني الشكل اللي انا عايزاه. طريقه سهله جدا. هننزل فيه التفاح، وهنحاول ان احنا نغطي التفاحه كلها بالكراميل اللي معانا، كراميل الفراوله. طعمها تحفه جدا يا بنات، وما تنسوش تجربوا الوصفه بتاعتي، سهله جدا وسريعه، وكل الاولاد هتحبها وهتفرح بيها، وبالالوان الجميله بتاعتها، الوانها مبهجه جدا. ما ننساش الاشتراك في القناه، وقناه وصفه وتحدي، والجروب باسم وصفه وتحدي على الفيسبوك، والصفحه بتاعتنا كمان على الفيسبوك باسم وصفه وتحدي. واللي بيتفرج على الفيديوهات ولسه مشتركش، يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل الاشعارات معانا في القناه. شكرا جدا، وحشتوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.